كان واحد من مهام الحكومة هو الحفاظ على هذا الاستقرار النقدي بالتنسيق مع البنك المركزي. ومثل ما تفضلت حافظنا على خفض الفجوة بين سعر الصرف من 23 إلى 7%. التغيير سعر الصرف هو يخضع لصلاحية البنك المركزي كجهة مستقلة، لكن الحكومة والبنك المركزي يتعامل بحرص مع مسألة هذا القرار، لأنه عادة ما يلقي بظلاله على أسعار المواد والتضخم، خصوصا الجانب المعيشي ونسبة التضخم، وتأثر على المواطن. عادة نحن نميل إلى تجنب تبني أسعار سعر صرف كل فترة، هذا يخلق عدم استقرار.